اللي شرى هذا الدار هو الوحيد اللي كان عارف تما الاصلاحات اللي فيها. بغاني نصاوب ليه انا اكثر حاجه خلاته يشريها اللي هي هاد الجرده اللي نايض فيها غير الموفيز. بغى يلعب فيها هو وولادو كره. قلت ليه لهاد النتيجه التراب خاصو يتطحن ويولي فرتي تنيفله الارض اللي هي عوجه وعامره بالحجر والمزرار والاعشاب الدار. خاصني حتى نحيدهم عاد نزرع لك غازون اللي غادي يعطينا هاد النتيجه. من جهه اخرى مادام كون فاميلتي عزاز عليا كنشارك معك هاد المراحل اللي ما نفعوكش انت في تونس او ممكن ينفعوا مغاربه العالم اللي كاينين في استراليا. من هاد المنبر بغيت نشكركم يا فاميليا بلا الشاقه والناس اللي عندها القابليه. ما نسميش راسي احسن صانع محتوى الاجيال اللي جايه. دخلوا للموضوع. هاد الماكينه كيف كتشوف الدور ديالها انها تقلب التراب بالربيع والحجر ديالها. الهدف هو نقلب 20 سنتيمتر ديال النيف. المهم وكيف شفتي في الاول راه الارض كتكون قاصحه دونك بهذه اللي كتسميوها كرباله ولا لي فريز. الريفيرونس ديالها هي روتوفاتو اللي كندورو انا بورت سيلول ديال 14 ديال الخيل ماز غير بسرعه ديال 500 دوره تقريبا في الدقيقه. تما خصنيش نمشي بالزربه خصني نعطيها الوقت. لي فريز ديالها ما يدوروش كعجلات ويسرعوا لي المشيه لا راه خاصهم الوقت اللي غادي يدوروا فيه التربه. النتيجه اللي بغينا راه ما كتكملش غير بممر واحد. كل ما دزت على التربه اللي كتكون فاسقه كتميكسه يعني كتفرتت ديك الساعه كنطلع سرعه الدوران لفوق من 800 دوره في الدقيقه. دابا غادي نخرج هذه اخرى كبيره وهذه هي اللي كتجيب الديسك ديال هذه يريكت مع الحي. الهدف هو هذا الديسك ديالها هو اللي كيجي ديريكتوم مع الحيط. فوالا هذه كدور هذا كيبروتيجي وهذا كيقلب. فهمتي فوالا نطلع السطار حل ليسون جبت ستارتر ونتيري اللونسو. منين ديماري وتسخن نطلع الريجيم ونحيد ستارتر نطلع الرويد لورا ونهبط المحرك الى الامام لاكاشيط الحمراء والبوين باش ترجع اللور البوانيه الحمراء والومبرياج حتى هو. الاولى غير فيتاس قليله حتى كيدور مزيان عاد باش كتعاود تميكس. يعني الاياب كنديرو بسرعه فائقه. خاصني نعطي الوقت لي فريز باش يقلبوا الارض ماشي باش يزيدوا بيا لقدام. والدور ديال هاد لا موطوبينوز هو انني كنوصل بها لكاع الاماكن اللي ما يقدرش يوصل ليها الكربالي يعني الروطوباتو. اللي حتى هو هاد الموطوبينوز ما تقدرش تعوض ليه خدمته. راه كيف كيقولوا بالفرنسيه يا با دو موفيز اوتي يا سولمون اون موفيز اوتيليزاسيون. بغات تعني ماشي المعدات اللي ما مزيانينش راه طريقه الاستعمال وفاش اللي ما صالحاش. كتكون في بلاصه خاويه بحال هذه شوف فيديو وكنزول ها انت دابا غادي نزيد في السرعه. هانتي باش كنبدا نقلع الحجر ها عا كدور بحال هكا كتقلع الحجر ها. كنخدموا كورديناسيون انا واحد الشركه د البن وحده اخرى اللي يلاه سالات ليزولاسيون والوجه. خليهم دابا يهرسوا الدم الكبير باش يديوه معاهم وداك الشيء اللي كيخصني راه انا اللي غادي نجمعو من هنا ولا اللي غادي نديه. وانت كيف كتشوف بقى لي غير هذا المربع هذا اللي ما نقدروش ندوروا بالماكينه الكبيره. هذا بالضبط غادي نجيب ليه النيفو مع البوردور. راه فاميليا بلا ما نخبي عليك اكثر خدمه عندي هنايا هي لا ميزا نيفو يعني نوصل الارض للمستوى اللي مطلوب مني ونعطيهم كيف طلبوا مني درجه التدفق اللي بغاو. هذا التقلاب اللي كندير راه ماشي باش تزرع الخضره هذه كتسمى بريباراسيون دو سول ان غازون بروفيسيونيل. ودابا نحيدوا الحجر ولا يموت من الجناب من هنا كتدي وكتجيب العامر. هذا خاصو يجي نيفو هنا. هذه حيد هذه البلاصه اللي خاويه بحال هذه غادي نجرب الراطو من هنا ونجر ليه. شو النيفو شوف ها هذا الراطو صناعه يدويه. الدور ديالو الاول هو ينيفلي الارضيه يخلي التراب في بلاصتو ويجر ليا غير الحجر والاعشاب اللي حيدتهم. الاماكن اللي كتكون مرتفعه راه كنمشي باش كنجيب التراب الاماكن اللي كيكونوا فيها الخويات. نيفو شوف المهم كاع داكشي اللي عزلوا الراط خصني نجمعو من هنا نحيدو ونديه المكان الخاص اللي غادي يتلاح فيه. هما لي موت
كلشي كيجي نيف. دابا جات مرحله الذهب والاياب بالسي موا. ما كيعطيش السرعه في هاد الجهه، داكشي علاش كنفعلوا الجهه. خاصني ننسى حتى حفره، خاص يكون بحال هكا باش يكون عندهم غازون قوي وبيرسيستون. 10 كيلو بروفيسيونيل 400 متر كاري. الناس غادي يحيد الكارلاج ويدير لي بوردور باش ما عاد غادي يصوب هاد البلاصه ويدير الضلال هيه. كل يدير خدمته، انا ندير خدمتي ونمشي بحالي. انا حاشيه ضروري يلا بولي، اش هادي هي بلاصه الرويضه. دابا وصلت لهاد المرحله اللي كتسمى الرول، واللي الدور ديالو هو يغرس البذور ديال الكازون في الارض. الدور ديالو الاخر وهو كيزيد يواطي الارضيه. كندير به خطوط الطول في الاول، وعاد باش كنسالي بخطوط ديال العرض. كيبقاو لي ديك الساعه غير الدورات ديال الشجر. حتى لا ميزان نيفو. كاع المراحل اللي متعلقين بيا انا درتهم. اكثر مرحله مهمه هي الماء اللي كيهبط عين الله من السمو للدار، راني عطيت في البروغرام ديال كيفاش غادي يسقيها.